السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الأمس طرحنا موضوع رائع كهدية مني إليكم، وهو مليار إيميل ليست مجانا للتسويق بها أو افعل بها ما تشاء. الحمد لله كان تفاعلكم مع الموضوع جيد، ولكن الأغلب طلب مني طريقة إكسل كل هذه الإيميلات دفعة واحدة، حتى وإن كانت لديك مثلا 1000 إيميل، 500، 300، 500 إيميل، مليون إيميل إلى آخره. ستتمكن إن شاء الله الآن بإكسلها كلها في أسرع وقت ممكن بطريقة تعتمد على برنامج رائع مسمى بأبورك مايلر. وقبل أن أشرح في هذا الشرح بحثت عليه جيدا وجربته، فكانت نتيجة جيدة. فهذا البرنامج مرفوق مع الكراك ولا يتعدى 5 ميجا 5 ميجا. إذا ننطلق الآن في الشرح والتفاصيل أكثر. بعد التحميل نقوم بفك الضغط عليه. سنجد البرنامج ومدمج أو مرفوق مع الكراك على هذا الشكل. إذا هذا هو البرنامج، نقوم بتسطيبه كعادي جدا كأي برنامج نسطبه، سريع جدا حتى في التسطيب. Next install. ننتظر ثواني. جيد، بسهولة تم وسريع جدا حتى في التنسيق. نقوم بإيجاد علامة من هنا ونعمل فينيش. الآن قبل أن ندخل البرنامج الآن سنتحدث عن هذا الكراك. إذا هذا الكراك سوف نقوم بالضغط عليه أولا. بعد الضغط على هذا البرنامج نقوم هنا تحت اسم ريجستر، سوف نقوم بالضغط عليها. سيعطينا هنا على هذا الشكل، نعمل بروس وسنختار إذا هنا هذا الكراك الآخر كما تلاحظون معي. سنقوم بالضغط عليه ويعطينا لقد تم إدخال الكراك بنجاح. نعمل أوكي ونعمل كلوز. الآن سوف نقوم بالضغط على البرنامج للدخول بسهولة الآن تامة. هنا لدينا إذن 4 أيقونات. الأيقونة الأولى وهي الدخول للإيميل الخاص بنا لكي يرسل إلى كل الإيميلات. نقوم بالضغط على السيرفر، نذهب إلى Add Email Account. سنختار هنا من هو الإيميل الذي لديك والذي تستعمله أنت. مثلا سنختار هنا جيميل أو سنختار مثلا هوتميل. سنقوم بالدخول هنا إيميل خاص بنا، وهنا سوف نقوم بالدخول الباسورد. جيد، ونعمل هنا تيك أون أدت. جيد، الآن أوكي. سنقوم بعمل كلوز. الآن سوف نقوم باختيار هنا كونتاكت، يعني الإيميلات التي رفقتها لكم. مثلا هنا سنختار يا إما ترفع على شكل تكست أم ترفع على شكل إكسل إلى آخره. سنعمل هنا سنرفعها على شكل تكست على هذا الشكل مثلا. جيد، في هذا الملف لديه في 4800 إيميل. نعمل أوكي. وكذلك عندما تريد إضافة إيميل واحد أو إزالته من هنا، سنعمل هنا علامة وسنقوم بإضافة مثلا إيميل لكي نتأكد من مصداقية وصول الإيميل. سنعمل الإيميل الخاص بي gmail.com. الآن سوف نقوم بالضغط على Save to File. كلوز. جيد، الآن تم حفظ كل هذه الإيميلات. نعمل هنا كلوز. الآن سوف ندخل هنا نضغط على ميساجر، يعني ميساج يعني ماذا سترسل لهم. يعطيك هنا شكل جيد كما تلاحظ معي. سنعمل مثلا فقط تيست هنا وفي رسالة تيست مثلا، ونعمل هنا سيف. جيد، تم هنا باللون الأخضر. نعمل هنا كلوز. الآن سوف نرسل بقية لنا أيقونة واحدة وهي إكسل هذه الإيميلات. سنعمل SC send، وهنا يمكنك الآن في هذه 5000 الإيميلات سوف نرسل أو سنقوم بإدخال هنا الإيميلات التي نريدها. إذا كنت تريد كلها تضغط هنا على هذا الشكل على أيقونة Add R. تريد مثلا فقط مجموعة هكذا تقوم بنسخها، يعطيك هنا العدد وتقوم هنا بالضغط على هذا الشكل. تريد مثلا إيميل 1 2 تختار هكذا، تقوم بالضغط على سيتريل وتختار
كم تريد. يعني امتيازات رائعة توجد فيه. مثلا سنختار مثلا أنا لكي نسرع في الإكسل، شاهدونا الإيميل الخاص بي هو الأول لكي نتأكد من مصداقية الإكسل. نعم ها هو. إذا سوف نقوم مثلا بعمل هكذا فقط لكي نشاهد نتيجة سريعة. نقوم بالضغط هنا، هذا هو الشكل. سنضغط هنا على الرسائل، هذه هي الرسالة التي كتبنا عنوانه هو هذا التيست. الآن ليس باقي لنا إلا أن نرسل. سنضغط على send من هنا، الأخضر من هنا سيكون الآن تم بنجاح. ننتظر قليلا. إذا كما تلاحظون معي هنا الشريط الأخضر انتهى، وهنا أعطيك هنا رسالة يعني تم بنجاح، وتم لهذه الإيميلات التي تم تحديدها، وهي كانت 11 إيميل. يمكنك كذلك كما قلنا يمكنك تختار حزمة كاملة أو قليل منها، أو تختار على سبيل المثال هكذا وتقوم بالضغط على الشيك. وإذا كنت تريد كل الإيميلات تضغط هنا على هذا الشيك. نذهب إلى الإيميل الخاص بمشاهدة النتيجة. نعم ها هو النتيجة، وصلتنا رسالة الآن وفي هذه الساعة. نقوم بالضغط عليها كما تلاحظون معي، تيست من على هذا الشكل. أتمنى أن كنتم استفدتم في هذا الشرح البسيط. لا تنسوا بدعمكم بزر لايك وتعليق مناسب لكي نقدم الجديد. كنت في الله، إلى اللقاء.